قالت مريم: عرفتي ايه؟ وردت ام آية: اختك قالت لي على كل حاجة. اختك قالت لي على كل حاجة. اختك هي السبب اللي حصل ليكي انتي واحمد. ردت مريم: انا اتجوزت محمد علشان بحبه. ردت ام آية: بتحبيه؟ ربنا يستر. ربنا يستر يا مريم، ويعدي اليومين دول على خير. ردت مريم: هو احمد عامل ايه يا امي؟ ردت ام آية: ادعي له يا بنتي، ادعي له، حالته خطيرة جدا، ادعي له يقوم بالسلامة. قالت مريم: يا حبيبي يا أحمد، معلش، سامحني، اتضغط عليا كتير، حقك عليا يا ابن عمي. جه محمد وقال: ايه، امك مشيت؟ ردت مريم: ايوه مشي. ليه؟ ايه الحكاية؟ دموع دي ليه؟ يوم صباحيتك يبقى فيها دموع وزغاريت، ولا بتبكي على حبيب القلب؟ بعد كده ابتدى الدكتور يعمل العملية لأحمد. السكينة الحمد لله لقيناها بعيد عن القلب، والعملية تمت على خير بعد مرور أسبوعين. قرر الدكتور يخرج أحمد من المستشفى ويعود لبيته عادي، بس قال الدكتور: ابعدوه عن الموقف اللي كان هينتحر علشانه وتفكرهوش بيه، لو افتكروا حالته هتزيد خطورة تاني ونرجع تاني اللي احنا فيه. قال حسن: ربنا يسترها يا دكتور. بعد كده رجع أحمد للبيت وقال: حسن، الحمد لله على السلامة يا ولدي، نورت بيتك. قالت أم أحمد: حسن، سيب الواد عشان يرتاح، واد جاي تعبان، سيبه يرتاح عشان هو تعبان. بعد كده وفي جلسة نفسية مع أحمد ابتدى أحمد بالدموع. طلع أحمد صورة مريم وقال: ليه؟ ليه يا مريم؟ مين هو اللي فرق بيني وبينك؟ أوعدك وعمل كده هيدفع التمن غالي قوي.